الطيارات اللي أمريكا بترفض تبيعها لأي دولة في المنطقة، مصر خلاص قررت تشتري بديلها من الصين. والأغرب، الطيارة دي ممكن تغير موازين القوى في الشرق الأوسط كله. إحنا بنتكلم عن الجيل الخامس، عن الشبح، عن السرعة فوق الصوتية، عن حاجة هتخلي إسرائيل وأمريكا مش مرتاحين خالص. تعال أقولك القصة من أولها، تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة، بس ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. وما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. ليه مصر بتدور على سلاح بعيد عن أمريكا؟ في آخر 10 سنين مصر بدأت تغير استراتيجيتها في التسليح. بدل ما تعتمد بشكل شبه كامل على أمريكا وفرنسا، بدأت تدور على تنويع مصادرها. ليه؟ ببساطة أمريكا بقت بتحط شروط وبتماطل وبتقولك أنا مش هديك الطيارة دي علشان إسرائيل لازم تفضل متفوقة. مثلا مصر حاولت تشتري صواريخ جو بعيدة المدى من أمريكا، اترفضت. طلبت تحديثات لطائرات الاف 16 اللي عندها، اتماطل. حتى فرنسا لما باعت لمصر طائرات الرافال رفضت تديها الصواريخ اللي فعلا بتخلي الطيارة خطيرة. فمصر بدأت تدور فين الدولة اللي ممكن تبيع لي من غير شروط سياسية وتديني تكنولوجيا حديثة بجد. الإجابة كانت الصين. والفكرة دي مش وليدة اللحظة، دي نتاج لتراكمات سنين من الإحباط بسبب السياسات الغربية اللي بتحط خطوط حمراء حوالين أنواع معينة من الأسلحة. مصر مش بتدور على التهديد أو الاعتداء على حد، بالعكس هي بتدور تأمن نفسها وإنها تفضل دايما في وضع قوي في منطقة بتغلي. من أول ليبيا لسوريا للشرق الأوسط، كل يوم في تحديات جديدة. فهل من المنطقي إنك تفضل معتمد على مصدر واحد للسلاح؟ أكيد لأ. غير كده مصر كمان بتحاول تنقل جزء من التكنولوجيا دي محليا، بمعنى إنها مش بس بتشتري لكن كمان تتعلم وتطور وتبني مصانع وتكنولوجيا جوه البلد. وده ممكن يكون نقطة التحول الحقيقية في مستقبل الصناعات العسكرية عندنا. وده كمان بيعكس عقلية مختلفة في القيادة السياسية والعسكرية دلوقتي، لأنهم بقوا فاهمين إن الاكتفاء الذاتي مش رفاهية، ده أمن قومي. ومع كل صفقة مصر بتحاول تاخد أكتر من مجرد منتج نهائي، بتحاول تاخد علم ومهندسين وتدريب، وده اللي ممكن يخلينا نبدأ نطور حاجتنا بإيدينا على المدى الطويل. إيه هي المقاتلة الصينية الجي 20؟ المقاتلة الصينية جي 20 أو زي ما بيطلقوا عليها التنين الشبح، هي طيارة جيل خامس شبحية دخلت الخدمة سنة 2017. مواصفاتها ببساطة بتوصل لسرعة فوق صوتية مستدامة، عندها قدرة توصل لارتفاعات كبيرة في وقت قياسي، فيها رادارات متطورة جدا وشبكة حرب إلكترونية متكاملة تقدر تشوش على العدو وتنفذ مهام تجسس واستخبارات وتحليل بيانات في الجو، مزودة بصواريخ جو وجو أرض وجو بحر ومدافع رشاشة داخلية. تصميمها بيخليها تقريبا غير مرئية للرادارات، ودي نفس الفكرة اللي معمولة بيها الطيارات الأمريكية الاف 22 والاف 35. بس الفرق إن الصين مش بتحط نفس القيود اللي أمريكا بتحطها على البيع. وبعيدا عن بس المواصفات، الصين نفسها بتشوف الطيارة دي كرمز لقوتها العسكرية والتكنولوجية، يعني هما ما كانوش بيفكروا يصدروها بسهولة. وده معناه إن مصر لو فعلا قفلت الصفقة تبقى من أوائل الدول في العالم اللي بتحصل على التكنولوجيا دي من الصين، وده لوحده إنجاز دبلوماسي وعسكري كبير. كمان لازم نفهم إن الجي 20 مش مجرد طيارة قتال، دي منصة كاملة للحرب المستقبلية بتجمع بين التخفي والسرعة والتكنولوجيا المتقدمة في التواصل والتحكم والسيطرة. يعني الطيارة دي مش بتشتغل لوحدها، دي بتكون جزء من شبكة متكاملة بتخليك تسيطر على ساحة المعركة بشكل مختلف تماما. هل فعلا مصر هتشتريها؟ حسب تقارير موقع تكتيكال ريبورت، المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة جدا. الصين بقالها سنين متحفظة على تصدير الجي 20،
لكن مصر شكلها قربت تقفل الصفقة، خصوصا بعد التدريب الجوي المشترك بين الجيش المصري والصيني اللي حصل في القاهرة بين إبريل ومايو. التدريب ده كان أول مرة يحصل، وكان هدفه المعلن تعزيز التعاون العملي وتعميق الصداقة بين الجيشين. بس غير الهدف المعلن كان في رسالة ضمنية إن الصين داخلة وبقوة في سوق السلاح المصري. المثير كمان إن نوع التدريب ده مش بيحصل إلا لما يكون في شراكة استراتيجية بتتبني. يعني الصين مش بتعمل تدريبات جوية مشتركة مع أي حد، ولا مصر كمان. فده مؤشر واضح إننا دخلنا على مرحلة جديدة في العلاقات العسكرية بين البلدين، ومع احتمالية إن جزء من الطيارات دي يتصنع محلياً أو يتم صيانته وإدارته داخل مصر، فده كمان بيعزز فكرة الاكتفاء الذاتي في المستقبل. والمعنى الأعمق هنا إن مصر مش بس بتشتري طيارات، دي بتبني ثقة مع قوة عظمى بديلة لأمريكا. الصين بقت حليف استراتيجي في أكتر من مجال، من الاقتصاد للتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي، وده بيدينا فرصة نعيد تشكيل تحالفاتنا الدولية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية من غير ما نبقى تحت رحمة حد. إزاي الصفقة دي هتأثر على توازن القوى في الشرق الأوسط؟ هنا بقى الخطورة. إسرائيل عندها F-35 وأمريكا مش بتديها لحد تاني في المنطقة. لو مصر جابت J-20 ده معناه إن لأول مرة في دولة تانية في الشرق الأوسط عندها مقاتلة من نفس الفئة، وده بيخلي إسرائيل وأمريكا في حالة توتر، لأنهم متعودين إنهم يفرضوا توازن القوى على مزاجهم. كلام اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي كان واضح. إسرائيل دايماً عايزة تفضل متفوقة وبتضغط على أمريكا علشان تمنع عن مصر الأسلحة دي، لكن مصر مش بتدور على تفوق، إحنا بس عايزين توازن. وده بيوضح إن الموضوع مش بس سلاح، دي رسالة سياسية. مصر مش هتستنى موافقة حد علشان تأمن نفسها. كمان التواجد الصيني في المنطقة وبالذات في دولة بحجم وتقل مصر بيقلق أمريكا وإسرائيل استراتيجياً. الصين مش بس بتدخل بسلاح، ده كمان تكنولوجيا وشراكة بدون شروط سياسية. وخلينا نفتكر إن القوى الجوية هي اللي بتحسم الحروب في العصر الحديث، ومصر طول عمرها بتحاول تحافظ على توازن في قواتها. دخول J-20 الخدمة المصرية هيكون ليه تأثير مباشر على توازن الردع في المنطقة، وهيبعث برسالة قوية لكل اللي بيفكر يهدد أمننا القومي. طيب، هل أمريكا هتسيب مصر تشتريها؟ الموضوع مش بسيط. أمريكا عندها قوانين بتحظر على الدول الحليفة التعامل مع دول بتعتبرهم خصوم زي الصين وروسيا، بس مصر في نفس الوقت عندها صفقة ب5.5 مليار دولار مع أمريكا لشراء دبابات، ولسه في مناورات مشتركة زي النجم الساطع. يعني العلاقات لسه شغالة، بس مصر بتمشي على حبل مشدود، بتحاول تحافظ على علاقتها بأمريكا وفي نفس الوقت تدور على مصلحتها. اللي بيحصل حاليا هو اختبار حقيقي للسياسة المصرية. هل هتقدر تبني شراكات جديدة بدون ما تخسر القديمة؟ وهل أمريكا ممكن تعاقب مصر؟ ولا هتحاول تستوعب الموقف وتحافظ على علاقتها؟ ده اللي الأيام الجاية هتكشفه. وفي النهاية القرار هنا مش سهل لكنه شجاع، لأن الدول اللي بتعتمد على نفسها وتبني خيارات متعددة هي اللي بتقدر تواجه أي ضغوط. ومصر أثبتت إنها بتعرف تمشي على السلك من غير ما تقع. هل الصفقة محسومة فعلا؟ لسه مفيش تأكيد رسمي نهائي، بس المؤشرات كلها بتقول إن مصر فعلا قربت جدا من الحصول على J-20. الرسالة واضحة، مصر مش هتفضل رهينة لمورد واحد. الصين خلاص بقت لاعب فعلي في المنطقة، وسمائنا مش هتكون حكر على الطيارات الغربية بس. الموضوع ممكن يكون بداية لتغيير أكبر في استراتيجيات الجيش المصري. يعني مش بس شراء طيارة، لأ، ده تفكير كامل في طريقة إدارة ملف التسليح، التكنولوجيا، وحتى تصنيع الأسلحة داخلياً. وده ممكن يفتح الباب إن مصر تتجه كمان لطائرات الجيل السادس في المستقبل أو تساهم في تطويرها. وفي نفس الوقت الصفقة دي ممكن تفتح شهية الجيش المصري لدخول مجال تصنيع بعض الأجزاء الحيوية زي أنظمة التوجيه والمحركات والرادارات، بحيث تتحول مصر من مجرد مستهلك لمصنع جزئي وبعدها شريك تكنولوجي كامل. في النهاية اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد صفقة سلاح، دي لعبة سياسية دولية فيها شد وجذب، فيها مصالح، فيها رسائل مبطنة. سؤالي بقى ليك، هل شايف إن مصر بتكسب بخطوة زي دي ولا بتحط نفسها في مواجهة مع أمريكا؟ سيب لي رأيك في الكومنتات واعمل شير للفيديو ده، لأنه بيتكلم عن حاجة مهمة جدا، مش بس سلاح، دي كرامة وسيادة وتحديد مصير. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصل لك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام.
انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر. ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار.